تقول صاحبة القصة: أنا امرأة متزوجة، حصلت بيني وبين زوجي خلافات. تقول واشتدت الخلافات، اشتدت إلى أن وصلت للطلاق، فطلقت وذهبت لبيت أهلي. تقول سبحان الله، يعني دخلني خوف من الرجال، صرت أخاف من الرجال وأكرههم. أخذت عندها تقريبا سنتين، تقول سنتين. في هذه السنتين جاني أكثر من خاطب، وكل ما يجي أحد أفتح المشكلات حتى يعني يذهب، وبالفعل أفتح المشكلة وأسوي أي شيء حتى ينصرف هذا الخاطب. تقول بعد كذا سبحان الله سمعت قصة يعني عن فضل سورة البقرة وعن كذا. تقول فهداني الله والتزمت بسورة البقرة، صرت أقرأها يوميا. طبعا إخواني أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك وأمرنا وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبركة في كل شيء، البركة في الصحة البدنية، الصحة النفسية، في المال، في الولد، في الزوج، في الأهل، في العلاقات الاجتماعية. بركة تفيد العموم، بركة نكرة، والنكرة عند أهل اللغة تفيد العموم. عموم البركة في كل شيء تحل بسورة البقرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءتها، لكن لم يحدد الطريقة والكيفية. يعني من الناس من يقرأها في قيام الليل، وهذا نور على نور، ومنهم من لا يستطيع أن يقرأها في القيام فيقرأها خارج الصلاة، ومنهم من يقرأها كل يوم، منهم يقرأها يوم بعد يوم. لا نشدد على الناس وقد وسع الله عليهم، ولكن ورد التحديد في حديث آخر: إن الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 3 أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أقل تقدير أن تقرأها كل 3 أيام حتى تنفر الشياطين من بيتك. وهذه قوة عجيبة، قوة إلهية عجيبة، سر رباني. تنفر الشياطين إذا قرأت سورة البقرة ويفرط البعض فيها. لا إله إلا الله. نرجع إلى صاحبة القصة. تقول: صرت أقرأ هذه السورة، سورة البقرة، أقرأها كل يوم، بل في يوم من الأيام أظنها قالت يوم الجمعة قرأتها 3 مرات متتالية. تقول بديت بعد صلاة الضحى من الساعة 8 تقريبا، قرأتها ثم أعدتها ثم قرأتها مرة ثالثة، يعني أظن بينها يعني تفاوت. يعني تقول المرة الثالثة انتهيت تقريبا على صلاة العصر، بعد العصر انتهيت من قراءة سورة البقرة للمرة الثالثة. تقول بعد ما انتهيت منها أخذتني غفاءة ونمت. تقول: والذي لا إله غيره رأيت في منامي رؤيا عجيبة. اسمعوا شوفوا ايش رأت. تقول رأيت كأني جالسة في المكان اللي كنت أقرأ فيه، في نفس المكان. تقول وطالع في رجل اليسار، في إصبع رجل اليسار الكبير أكرمكم الله. تقول وإذا بي من تحت الأظفر انشق وخرجت منه شعرة. تقول وسحبت الشعرة وأخذت تطلع معي الشعرة تمتد ويطلع معها ذيل عقرب. تقول وأسحب وتطلع العقرب كاملة، ثم أسحب ويخرج حيوان مثل الضب. تقول مثل الضب، حيوان عجيب محترق متهالك، خرج وهو يترنح. تقول ثم ضربت هذا الحيوان، أخذت أضربه حتى مات، ثم تفتت ثم تلاشى. تقول وأنت طالع، تقول المكان نظيف أصبح ما فيه ولا شيء. تقول واستيقظت من المنام. تقول وإذا بي أشعر بألم في رجل اليسار، ألم يعني ولكن قليل ثم زال، ثم بعد ذلك شعرت براحة نفسية وارتياح، وما هو إلا قليل ويطرق الباب يعني خاطب، ثم ينشرح صدري وأقبل به وأتزوج، وها أنا الآن أنعم الحمد لله. تقول براحة وسعادة في بيت الزوجية. إخواني أخواتي، يا من ابتلي بالسحر أو العين أو المس أو أي معضلة أو مرض، ها هي سورة البقرة بين أيديكم. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. عليكم بسورة البقرة، اقرؤوها بقدر ما تستطيعون، والأمر اجتهادي ليس